ابو شارع القحطاني ارتد عن الدين؟ اخو صبره، كيف ارتد عن الدين؟ هذا سؤال الحين تبدا فقرتك. احنا نبيك توضح للناس، انا ما اقول انك ارتديت، احنا نبيك توضح للناس الاكشنات اللي صارت والتعليقات والمتابعين، نبغى نبين. على عيني وراسي الناس، وعلى عيني وراسي لقائي معك، واتشرف اول شيء اني اطلع في لقائي معك، لكن غثة ترى السؤال. مو بغثة يا ابو انا انت الان تشوفني كفرت اليوم، انا وياك ماسكين خط، تشوفني صلينا ولا ما صلينا؟ انا اسالك، انت تشوفني صليت معك ولا ما صليت؟ اي والله صليت ابني. طيب وين مرتد؟ طيب القصد انك انت كنت يا طويل العمر مطوع، ايوه، وبعدين شلت اللحيه. قصدك ملتحي؟ اي ملتحي. طيب هل كفرت؟ عبد الله بن مسعود كان اخف من لحيتي، عبد الله بن مسعود كان قبضه يد. لكن انا بقول لك كلمه، انت المشاهد اللي يشوفني الان عشان انهي هذا النقاش وانهي هذا الغث اللي انغثيت منه انا. ترى ابو شارع ما كفر، اصلي واعبد الله واتصدق وبر والديني. شغلوا مخكم يا اخي، الواحد ما كفر، خذ جميلي واترك شيني بس. طيب انت ما شاء الله عليك حولت بعدها ستايلات، شوي اصلع، شوي اللحيه كذا، شوي وجهي شكلي حر انا. هذه شخصيتي انا، حر. ما يطلعني من دائرة الدين. هل هذا الشيء أثر عليك في قبيلتك وأهلك وعيالك؟ ما أثر علي اللهم لك الحمد، لكن اللي حولي بعضهم ينغث لما له في الإعلام، يدخل بيكتب اسمك يلقى اسمك عليه كلام ضدك وكلام الناس. ترى أنا ما يوجعني، عادي عندي، بس إنه الواحد يتأثر من كثرة التنمر عليه. فالواحد يمسك لسانه ويقيس الكلام اللي بيقوله على نفسه هل يرضاه ولا لا. الله يحييك يا ابو شارع، اهم شيء لا تزعل علينا عشان نكمل لقاءنا. لا ماني مزعل انا اخوك، بس والله اني بغيت الغي اللقاء من اول سؤال، مستغربه يعني. هذا الناس يبون يفهمون. لا وصلت رسالتي لهم وان شاء الله يفهمون.